السلام عليكم اخواتي اخواني، سعيده بلقياكم من جديد في وصفه جديده من وصفات قناتكم حلويات كوكتيلا. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفه اللي سهله وبسيطه. حضروها لوجبه الفطور او لوجبه الكوتي، كتجي رائعه رائعه بزاف، مذاق لذيذ. والاهم عن ذلك انها بدون دقيق ابيض، اقتصاديه، كتوجد في رمشه عين. يعني تقدروا تحضروها في وقت اللي كيتحضر فيها الشاي، تلقاوها طابت معكم ووجدت ليكم. كطيب بسرعه البرق، يعني ما كتاخذش منا واحد المجهود او واحد الوقت اللي طويل. اذا اخواتي بلا ما نطول عليكم، كنتمنى الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم او اقتراح اليوم توصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات، وتبارطاجيو هذا الفيديو مع احبابكم وصحابكم باش يعمل الفائده. ندوزو للطريقه ديال التحضير مع ذكر المكونات، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. فعلى بركة الله غادي نبدا معكم في ذكر المكونات مع الطريقه ديال التحضير. غادي نحتاج الاول حاجه حبه من البيض اللي كتكون بدرجه حراره المطبخ. غادي نزيد معها كاس الا ربع من السكر حبيبات. بالنسبه للحلاوه كتبقى لكم الاختيار، ممكن تزيدوا كيف يمكن انكم تنقصوا. غادي نزيد ايضا كيس من السكر فانيلي التنسيم، ممكن تعوضوه بقشور البرتقال او لا قشور الليمون، وقبيصه ديال الملح. ما نساوهاش لتصحيح الذوق. وغادي نطرب الكل جيدا بالطراب اليدوي. كنخلط مزيان هذا البيض مع السكر حتى كنحصل على خليط تيكون كريمي، يعني خليط كيشبه الخليط ديال الكريمه. كيف كتلاحظوا كيجي اللون ديالو فاتح بهذه الطريقه. ضروري اخواتي ما تطربوا مزيان، وإلا بغيتوا انكم تطربوا بالخلاط الكهربائي ممكن. في هذه الاثناء غادي نضيف كاس الا ربع من الزيت النباتيه، وانا كنخلط في نفس الوقت بالطراب اليدوي حتى كنحصل على خليط تيكون متجانس بهذه الطريقه، يعني خليط تيكون ناعم واملس. هنا في المرحله غادي نضيف العلبه من الياغورت بنكهه ديال الفاني. فانا ما متوفرش عندي الياغورت بحجم كبير، غادي نستعمل جوج صغار. فبالنسبه للقياس ديال جوج علب صغار هو القياس ديال علبه كبيره من وزن 110 غرام. كيف قلت لكم انا متوفرش عندي ياغورت بحجم كبير، غادي نستعمل جوج صغار بالنكهه ديال الفاني. صافي، وغادي نخلط الكل جيدا مره ثانيه حتى كنحصل على الخليط تيكون متجانس. في هذه الاثناء غادي نضيف كاس الا ربع من الحليب. بالنسبه للحليب لازم ما يكون بدرجه حراره المطبخ، ما تجبدوش من الثلاجه مباشره وتخدموا به. ممكن تعوضوه حتى بعصير البرتقال، حتى هو كيجي زوين وكيعطي واحد النكهه اللي زوينه. صافي، في هذه الاثناء غادي نبدا نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق هنا غادي نحتاج الدقيق الصلب اي الفينو، ما غاديش نستعمل نهائيا الدقيق الابيض. غادي نضيف الكاس الاول والكاس الثاني على دفعات، يعني شويه بشويه، وانا كنخلط في نفس الوقت حتى كنتحصل على خليط تيكون هكا خفيف شويش، يعني ما تقلوش بزاف وفي نفس الوقت ما يجيش خفيف كيف ما تلاحظوا معايا. بالنسبه لهذا الكاس الثاني غادي نقسموها هكا على دفعات هكا بالتدريج شويه بشويش، وانا كنخلط ما كنديروش دفعه واحده. كيف كتعرفوا بان النوعيه ديال الدقيق ديال الفينو فهو راه كيتشرب لينا، فبالنسبه لكم نتوما ممكن يهز لكم اقل او لا اكثر. كيف قلت لكم دائما النوعيه ديال الدقيق كتختلف. صافي، وهنايا غادي نضيف جوج اكياس من خميره الحلويات، ما يعادل 16 غرام، كل كيس كيوزن 8 غرام. وكنخلط مره ثانيه الكل حتى كنحصل على خليط تيكون هكا يعني متجانس. كيف كتلاحظوا القوام، هذا هو القوام اللي خصكم تحصلوا عليه، ما كيكونش ثقيل وفي نفس الوقت ما يكونش عاوتاني خفيف. صافي، هنا اختياري ماشي ضروري. غادي نضيف الشوكولاته فيرميسيل، ممكن تستغناو عليها لا ما بغيتوهاش، يعني ماشي ضروري. كتعطينا واحد النكهه، واحد هكا واحد التشكيله اللي زوينه لهاد الكيكه هذه. غادي نضيف فقط غير القليل وكنخلط مزيان باش كينسجموا ليا مع الخليط مزيان. فهاد الاثناء غادي ندوز للمقلاة اللي غادي نحضر فيها الكيكه ديالي. ممكن تاخذوا نتوما اي مول كان متوفر عندكم، فبالنسبه لي انا اختاريت نوضع الكيك ديالي في هاد المقلاة، كتجي زوينه في الشكل ديالها. هنا من بعد ما فرشت ليها ورق الفرن كندهنها ايضا بالقليل من الزبده حتى من الجوانب، ما نساوش الجوانب باش ما كتلصقش لينا. وهنايا غادي ندوز باش نفرغ الخليط ديالي بهذه الطريقه. كنعلي يديا شويش الفوق وكنفرغ الخليط ديالي هكا بالتساوي. كيف كتلاحظوا كناخذ هكا واحد السباتيل او لا ملعقه اللي كان، وكنبقى كنقاد ليها في الوجه ديالها هكا بهذه الطريقه حتى كنتحصل على طبقه اللي كتكون مقاده ومتساويه، يعني باش ما تجيناش جهه هابطه وجهه طالعه. صافي، كنبقى كنضرب المقلاه ديالي هكا مع سطح العمل باش كنتحصل على سطح اللي كيكون متساوي كيف قلت لكم. وفي هذه الاثناء راني شاعله الفرن كيسخن. غادي ندخلها للفرن، كنشري ليها من التحت غير كنحس بانها طابت وطلعت ليا، يعني بحال الطريقه ديال الكيك.
وكطلع فيها هكا التحميره مع الجناب. كنولي عاوتاني كنشع عليها من الفوق باش كتحمر وكتذهب ليا. بالنسبه للتزيين فانا اختاريت واحد التزيين اللي هو بسيط جدا وفي نفس الوقت زويون وراقي. غادي ندهن ليها الوجه ديالها هكا بالمربى ديال المشماش. ممكن تدهنوها حتى بالناباج او لا بالعسل او لا بدانيط ديال الشوكولا، كيجيها زويون حتى هو كيعطي واحد المنظر زوين. يعني اللي بغيتو باش ما بغيتو تزينوا وعلى حسب متوفر عندكم في المنزل. فبالنسبه لي انا غادي نزين هكا غير بالمربى ديال المشماش، كيعطي واحد المذاق زويون. هنا كناخذ الكوك وكنبقى هكا كنعمل هكا هكا اشرطه في الجوانب، يعني بحال الشكل ديال الفرفره. بالنسبه للتزيين راه تيبقى اختياري، ممكن تزينوا باللي بغيتو على الطريقه اللي كتبغيو على الشكل اللي نتوما كتفضلوا. فانا اختاريت هذا المنظر هذا كيجي زويون هكا بحال الشكل ديال الفرفره كيف قلت لكم. كنبقى كنعمل هكا خويطات. ممكن تعوضوا الكوك باللوز افيلي او لا الكاوكاو مهرمش او لا الشكلاط فيرميسيل او اللي بغيتو شنو متوفر عندكم في المنزل. صافي وغادي نزين حتى هاد الجوانب هادو. كيف كتلاحظوا الشكل ديالها كتجي فعلا رائعه رائعه، يعني غادي تحمر لكم وجهكم حدا الضياف. فعلا كتستحق التجربه وبمذاق اللي لذيذ ما تشبعوش منها. كيف كتلاحظوا هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالي اللي حضرت معكم اليوم. كيف كتلاحظوا كتجي منظر اللي زويون، فعلا كتستحق التجربه. وكيف ما لاحظتوا معايا بمقادير بسيطه، يعني بدون دقيق ابيض، بدون كثره المقادير، بدون كثره القوام، مكونات بسيطه كلها عندك متوفره في البيت، يعني ما تعكزيش عليها تماما. وهنا غادي نقطع معكم واحد الطريف هكا باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل كي كتجي. كيف كتلاحظوا اخواتي كتجي هشيشه بزاف، رطبه رطبه، يعني غير كنقص فيها هكا بيديا كتفرتس معنا. والمذاق ما نعاودش لكم عليه، مذاق رائع لذيذه بزاف ما تشبعوش منها. حضروا هكا الوجبه ديال الكوتي او لا وجبه الفطور، فراه كتوجد معنا بكل سرعه، ما كتاخذش نهائيا الوقت. كيف كتلاحظوا القوام ديالها ما شاء الله. وكيف العاده اخواتي كنتمنى الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم تفاعلوا مع الفيديو، توصلوه لاكبر عدد من اللايكات والبارطاج مع احبابكم وصحابكم باش تعمل فائده. ملتقانا ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. خليت لكم الراحه والى اللقاء.